اهي دي بقى الفكرة اللي هيتقال عليها فكرة بمليون جنيه، لان هي بجد مفيدة جدا وسهلة ومش مكلفة خالص بمعنى الكلمة. اي جيركن عندك الشكل ده، جيركن الصابون، جيركن الشاور، حتى لو جيركن المعطر بتاع الملابس زي اللي انا بستخدمه ده، هناخد منه الجزء اللي انا قصيته ده. واي علبة شاور عندك او شامبو هناخد منها الجزء اللي تحته وهنقسمه نصين بالطول. وهنبتدي بقى نزين بطريقتنا او كل واحدة على ذوقها. انا استخدمت شريط البابل ده لان الوانه بتعجبني قوي ومبهجة كده وبتعمل شغل حلو قوي. ممكن كمان تستخدمي ستيكر لو انتي مش عايزة تستخدمي شريط تزيين، وممكن على فكرة تستغني عن فكرة التزيين اصلا. انا زينت الجزئين دول كده زي بعض، وبنفس شريط التزيين هزين بيه الجزء اللي هو انا قصيته من الجيركن، يعني هعدي عليه على الاحرف كلها كده، هثبته حته حته. وخلي بالكم لما تتعاملوا مع الجراكن البلاستيك دي بيبقى البلاستيك بتاعها متين شويه، فممكن نسيح المسدس كويس قوي علشان شغلي يلزق معاه كويس. ونستخدم يا جماعة الشمع المستورد، هو افضل من الشمع العادي، لان هو بيلزق كويس قوي، يعني بيبقى متين اكتر. انا هثبت كده الجزئين دول في الجناب بالشكل ده، وهعدي كمان بالمسدس كده بالشمع على الاحرف من بره، زيادة تأكيد ان هما هيلزقوا كويس قوي. الجزء التاني هلزقه برضو بنفس الطريقة بس قصاده من الناحية التانية. هسيبهم لحد ما ينشفوا تمام، وبس كده حتة منظم تحفة تحفة بجد رائع.